السلام عليكم اخوان اخوات، كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي افضل الاحوال. اذا اخواني اخواتي، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نناقش معكم واحد الموضوع اللي اثاره الصحفي القدير والمحبوب منعم بالمقدم. كنظن ان كل من يشاهد هذا الفيديو فهو تعرف الصحفي منعم بالمقدم وتعرف القناه ديالو في اليوتيوب. وكنظن بانه شاهد الفيديو ديالو اللي تناقش فيه توظيف اللاعب نصير مزراوي. اختلفنا مع منعم بالمقدم او اتفقنا، فالغايه واحده وهي حب المنتخب المغربي، وكنتمناو ان المنتخب المغربي يمشي لقدام. اذا اخواني اخواتي، في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نناقشوا هذا الموضوع اللي اثاره الصحفي منعم بالمقدم. فاولا منعم بالمقدم فانه قال بان نصير مزراوي فانه من الافضل بانه ما يلعبوش محمد وهبي في الجناح الايسر لانه ماشي من الاختصاص ديالو، ونتركوا ذلك الاختصاص لصاحب الاختصاص اللي هو بالعامري او صلاح الدين. تنقول بان هذا راي يحترم، ولكن كراي ديالي المتواضع فانني كنفضل انه نصير مزراوي يلعب في هذاك المكان. علاش؟ غادي نقول لكم علاش، تختلفوا معايا او تتفقوا معايا، فارجو ان ارى تعليقاتكم في هذا الموضوع، وانا غادي نقول لكم بالدليل علاش بان نصير مزراوي هو الاحسن في هذاك البوست كجناح ايسر. اولا كنشوفوا ان نصير مزراوي كيلعب كجناح ايسر، شكون اللي قدامه؟ كنشوفوا انه قدامه الزلزولي، وحنا كنلاحظوا وكنعرفوا بان اللاعب الزلزولي فانه تيبغي المساحات. يعني لعبتي مع طروا مشى معاه فراه ما غاديش يعطيه الكره، ولا مشى معاه طروا حداه غادي يجيب معاه واحد المدافع ديال الخصم وغادي يخلق واحد ازدحام في هذيك المنطقه، وهذا الشيء ما تيبغيش الزلزولي، لان اللاعب الزلزولي تيبغي المساحات الفارغه. كما كنلاحظوا فان الفرديات ديال الزلزولي فانه كيقصد اللاعب تيدفع الكره تيحني راسو تيجري تيقصد الشبكه، اما تيسدد واما تيعطي الباس ديال البيت. وهذا الشيء اللي لاحظناه مع بيتيس مؤخرا، فان هذيك الجهه فانه الزلزولي محررها، والطروه ديال بيتيس ما كيطلعش معاه الا طلع معاه مره او مرتين في المباراه. اذا بما ان اللاعب الطروا ديالنا ما غاديش يطلع، غادي يبقى في الدفاع، فانا كنفضل في الدفاع فان نصير مزراوي كدفاعيا في هذيك الجهه فهو ثقيل وخاتر على بالعمري وعلى صلاح الدين، بمعنى انه ما كيدهشرش من الخصم كيف ما كان الخصم، وتيخرج لك الكره من الضغط بكل بروده وبكل هدوء. وهذا الشيء اللي شاهدناه في الكان، وكان من احسن اللاعبين ديال المنتخب في الكان بالنسبه لي انايا. كما جاء الخصم ديالو فانه كيتعامل معاه. اذا فنصير مزراوي في هذاك البوست كنفضل ان نصير مزراوي يلعب كجناح ايسر، بما انه ما غاديش نحتاجوه هجوميا، غادي نحتاجوه دفاعيا، فهو الافضل من بالعمري ومن صلاح الدين. كذلك انه اقترح منعم بالمقدم الصحفي ديالنا الجليل والقدير، انه اقترح علاش ما نلعبوش نصير مزراوي كجناح ايمن ونلعبوا مثلا حكيمي كسبعه. كنقول المنعم بالمقدم بكل صراحه بان هذا الشيء ما غاديش يكون مزيان. يعني ما كنختلفش معاك في الراي، يعني انا متاكد 100% ما غاديش يصلح حكيمي كسبعه وبلا ما نجربوها، ونصير مزراوي كادو. غادي نقول لك علاش. اولا السبعه العصريه فانه خاصو يكون كيلعب بالقدم اليسرى، لانه كيمشي من الجناح وكيدخل في العمق المرمى وكيدير الفراغ وكيسدد. كما نعطيكم مثال روبين، يامال، رافينيا الى لعب في هذه الجهه. يعني هذا هو اللعب ديال السبعه، انه تيدخل في العمق وتيسدد، ولا دخل من الجهه اليمنى تيقدر يمرر ويعطي الباس. حكيمي ما عندوش الرجل اليسرى قويه، لانه غادي تنعدم الخطوره ديالو في هذا الاتجاه، غادي يولي انه يعتمد انه كانه غادي يلعب لك كدو، غادي يدخل وغادي يسونطري لك. هذه هي اقل حاجه اللي غادي يدير. وكما كنلاحظوا فان نصير مزراوي بدنيا ما غاديش يكمل لك الماتش، انه يساندك هجوميا ويساندك دفاعيا. والسبعه كنبغيو انه يكون معاه دوه مزيان اللي يلعب معاه اندوات ويدير ليه واحد الفراغات اللي غادي يساعدوه كهجوميا، كما كيدير دابا حكيمي مع
مع ديمبيلي او مع في المنتخب مع جسيم، اذا غادي نصدقوا ضايعين في 7 وغادي نصدقوا ضايعين في 2 الا درنا هذا الاقتراح اللي قال لنا الصحفي قدير منعم بالمقدم. اذا نختلفوا في الاراء او نتفقوا فالغايه واحده كما قلت لكم. اخوان الاخوات ديالي، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لان القناه ديالنا صغيره ما غاديش يوصل للصحفي ديالنا منعم بالمقدم. اللي مشارك مع منعم بالمقدم يمكن يبارطاجي معاه هذا الفيديو هذا، وكنتمنى انه يكون عنده بعض الفلسفه مغايره على الفلسفه الكرويه ديالي، ونستافدوا منه من الاراء ديالو. ويمكن يكون عندي انا اغلاط يمكن يصحح ليا وتكون عنده هو نظره اخرى. اذا اخواني اخواتي، كنتمنى انكم الى كنتوا كتشوفوا انني كنعمل واحد المحتوى مفيد، فارجو الا تبخل علينا بالاشتراك في هذه القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وحنا غادي نواكبوا المنتخب المغربي ان شاء الله في كاس العالم، وكنتمنوا ليه الخير ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي، وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ارجو ان القاكم في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.